بس وقف سكرول بقى، خد نفسك وتعالى اقول. عارف اللي انت فيه دلوقتي وتعبان منه ده ايه؟ ده تجهيز للي جاي بعد كده. لو عايز تعرف ازاي، اسمع الاول القصه دي وانت تفهم ازاي. يحكى ان ملك خرج يصطاد وكان معاه الوزير المقرب بتاعه، وبعد يوم الصيد وهو بيقطع قطع اللحم السكينه فلتت قطعت صبعه. ألم شديد، دم، صدمه نفسيه، والوزير بتاعه كل اللي عليه لعله خير. طبعا الملك اتصدم من رد فعل الوزير، غضب جدا وأمر بسجن الوزير فورا. الوزير وهو متجه للسجن التفت للملك وقال له لعله خير. مرت الأيام وخرج الملك للصيد مرة تانية، بس المرة دي كان لوحده، وهو في الغابة وقع في إيد قبيلة من آكلي لحوم البشر. ربطوه وخدوه عشان يقدموه قربان للآلهة بتاعتهم، وهم بيفحصوا جسمه لقوا فيه صابع ناقص، وعقيدتهم إن القربان اللي يتقدم للآلهة ما يكونش ناقص أو فيه عيب. وعلى طول القائد بتاعهم أمر بفك الحبال وإنهم يرموه تاني في الغابة. قدر الملك يرجع تاني للقصر وهو مش مصدق، وراح جري على السجن. خرج الوزير وقال له كان معاك حق، قطع صبعي كان خير ونجاني من الموت. بس اللي مش قادر أفهمه، إزاي لما أمرت بسجنك قلت برضه لعله خير؟ هنا الوزير ابتسم وقال له يا جلالة الملك، لو ما كنتش سجنتني كنت هطلع معاك الصيد، وبما إن صبعي سليم أكيد كنت أنا اللي هبقى القربان اللي هيتقدم للآلهة. عرفت بقى إزاي؟ فكر كده، كم مرة في حياتك خسرت حاجة ومعرفتش غير بعدها بسنين إنها كانت رحمة من ربنا ليك؟ الحقيقة إن ربنا دايما بيعمل لنا الأحسن وبيختار لنا الصح حتى لو الظاهر صدمة. مش بس كده، ده كمان الكسرة اللي انت فيها دلوقتي، باب مقفول، وجع، ده مش عقاب، ده تجهيز من ربنا للمرحلة اللي جاية. ربنا بيصنع شخصيتك الجديدة اللي قادرة تشيل وتتحمل كل الخير اللي جاي. اطمن، تدبير ربنا دايما أحسن بكتير من اللي في خيالك. وانتم كمان قولوا لنا، شاركونا ايه الباب اللي اتقفل في وشكم زمان والنهاردة بتشكروا ربنا إنه اتقفل.